أطرح عليك شيء افعله. اترك القاتل واترك الأغاني إذا كنت من هذا الصنف. ربي لحيتك، خذ لك مسواك وادخل المسجد، صلي الفجر جماعة والظهر جماعة والمغرب جماعة والعشاء جماعة، والتزم بالسنة. وإذا مشيت عند الشباب اللي هم أصدقائك أو زملائك في العمل قل لهم السلام عليكم، كيف حالكم يا إخواني، وادخل مكانك واكثر من التسبيح. خذ مصحفك واقرأ فيه وأبشر بما يسوءك. ربما يأتي أعز أصدقائك يضرب، إذا كنت في مكتب ولا شيء، الترابيزة أمامك هكذا، يقول لا أيش فيه أشبه، ويتواصلون بك ويهتمون بك. وإذا تركت الدخان سيأتي المتبرعون ويتبرعون لك، بدلا من الحبة باكت، لا، وربما عروسة كلها. وهذا يدعمك بالقات، وهذا يدعمك بالسلاح والذخيرة من أجل أن تعود إلى الماضي السيء، إلى الماضي السيء. وربما زوجتك تتعجب من صنيعك لأول أسبوع، وربما يحتدم النقاش بينك وبينها، وربما يبدأ البلاء داخل بيتك عند زوجتك، لأنه سيبدأ التعديل. صلي، اترك الأغاني، البسي كيت، لا تخرجي في الساعة الفلانية، غطي عيونك، اعملي كذا، اغلقوا التلفزيون، لا تسمعوا الأغاني. ستبدأ التعديلات، وهنا يبدأ التصادم. أنت ما قلت باطلا، لا لا، أنت قلت حق، ولست بمتشدد، لا لا لا، لكن المجتمع غير متقبل لهذا الجو الإيماني. هم يحبون الجو الإيماني كلام، لكن تطبيق لا. كما قالت المرأة لزوجها أنا أريدك تروح بعد العشاء، مش توقع مطوع. في قصة ذكرتها لبعض إخواني، جريج عابد لله، يصلي، يشجع، مثل هذا يشجع، مثل هذا يوقف له. كنت وأنا بداية الاستقامة أمر في الطريق، فالناس يصيحون لي يا مطوع، والمرأة تخرج من نافذة البيت يا مطوع، وامشي في الشارع ويخرج الأطفال يا مطوع يا مطوع. أحسست بوحشة وأنا في وسط أهلي وأهل بلدي وقريتي، وحشة. فقلت مرة في وسط القرية يا أهل القرية، فخرج أحد الشيبان ما لك يا عبد الغني؟